السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم يا رب، وكل سنة وحضراتكم بخير. هنستكمل النهاردة إلقاء الضوء على نجوم وأساطير الكرة المصرية، والنهاردة معادنا مع واحد من أعظم وأحرف وأمهر من لعب كرة القدم على مر التاريخ. النهاردة معادنا مع كاسو، مع كابتن أحمد الكاس، أحد أهم اللعيبة اللي جم في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية. كابتن احمد الكاس نجم نجوم مصر، ونجم نجوم النادي الاولمبي ونادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، ونجم نجوم الكرة المصرية والافريقية، احد عظماء كرة القدم على مر التاريخ. كابتن احمد الكاس اللعيب المهاري، اللعيب الحريف، اللعيب الهداف، اللعيب اللي بيجيد اللعب برجليه اليمين برجليه الشمال، بيجيد التسديد، بيجيد صناعة اللعب، بيجيد التهديف ضربات الرأس، التهديف في منطقة ال 18، التهديف من بره منطقة ال 18 بالتسديدات. اللعيب المتكامل اللي فيه كل حاجه. لما قلنا قبل كده على الكابتن حسن شحاته ان يلعب في الزمن اللي احنا فيه ده، نفس القصه الكابتن احمد الكاس يلعب في الزمن اللي احنا فيه ده. كواليتي لعيب اصلا مش موجود دلوقتي. يعني كواليتي الكابتن احمد الكاس، كواليتي لعيب مش موجود دلوقتي. اللعيب اللي يبدا في الاقاليم وفي النادي الاولمبي ويوصل ويبقى هداف الدوري 3 مواسم متتاليه في انجاز تاريخي ما تكررش، واظن صعب جدا ان اللعيب يكرره يبقى هداف الدوري 3 مواسم متتاليه وهو في نادي الاولمبي. يعني ما عندوش فرص التهديف وما بيلعبش بطرق هجوميه زي الزمالك، زي الاهلي، زي الاسماعيلي وقتها في التسعينات. فكان يعني انجاز كبير جدا. اللعيب اللي يفرض نفسه على منتخب مصر ويبقى اساسي منتخب مصر من الثمانينات، طبعا ده حاجه كبيره جدا 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 جدا، ويعمل التاريخ ده كله. كابتن احمد الكاس، الاسم أحمد عبده عبد العزيز، والشهرة الكاس. مواليد 8 يوليو 1965 بحي محرم بك بالإسكندرية. هو من أصول نوبية، انضم لناشئين النادي الأولمبي السكندري، ومثل الأولمبي في جميع المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول وهو في سن ال 17 سنة. وأطلق عليه لقب الكاس لتقارب الشبه بينه وبين نجم الأولمبي في السبعينات وقتها الكابتن محمد الكاس. بدأ الكابتن أحمد الكاس مشواره مع نادي الأولمبي السكندري، وفي خلال مشواره مع نادي الأولمبي السكندري حقق لقب هداف الدوري 3 مواسم متتالية، مواسم 91 92 و92 93 و93 94، وهو إنجاز لم يتحقق حتى الآن. كابتن احمد الكاس هو اصلا من اسره زملكاويه، وهو زملكاوي، وكان امنيه حياته يلعب في الزمالك، بس ارتباطه بنادي الاولمبي، نادي الطفوله ونادي النشأه والنادي اللي نشأ فيه، وارتباطه بوالده رحمه الله عليه، ان والده كان من الاعضاء القدامى البارزين في نادي الاولمبي. فكان والده رافض جدا حته ان هو يسيب نادي الاولمبي، لغايه فين ما وافق على مضض في الاخر سنه 95. فحقق حلم حياته سنة 95 وانتقل لنادي الزمالك ضمن فريق الأحلام الشهير. حقق مع نادي الزمالك خلال موسمين دوري أبطال أفريقيا سنة 96 والسوبر الأفريقي سنة 97. كابتن أحمد الكاس دخل في نادي المئة، أحد أعضاء نادي المئة، بإحرازه 107 هدف في مسابقة الدوري المصري ليصبح أحد أعضاء نادي المئة. يعني الكابتن أحمد الكاس لعيب خط الوسط، المهاجم، هداف الدوري 3 مواسم متتالية، وأحد أعضاء نادي المئة. بعد كده انتقل الكابتن احمد الكاس لنادي الاتحاد السكندري ولغايه سنه 2000، وبعد كده اختتم حياته في نادي الاولمبي السكندري. ده بالنسبه لمسيرته مع الانديه. بالنسبه لمسيره كابتن احمد الكاس بقى مع منتخب مصر فحدث ولا حرج بقى. بدأ الكابتن احمد الكاس مشواره بصفه اساسيه مع منتخب مصر سنه 1987، ومثل مصر في 112 مباراه دوليه، واحرز خلالها 25 هدف دولي، ليكون ترتيبه الثامن ضمن افضل هدافي منتخب مصر على مر العصور. برضه ده انجاز تاريخي تاني غير انجاز النادي المائة وغير انجاز انه هداف الدوري، ان هو من الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، رغم ان هو لاعب خط وسط مهاجم وليس راس حربة صريح. مثل منتخب مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية 1988 و1992 و1994 و1996. ومثل مصر في في دورة الألعاب الأفريقية 1987 اللي مصر فازت بيها. ومثل مصر في 4 بطولات كأس أمم أفريقيا، وكان قائد وكابتن منتخب مصر في بطولة 1996. مثل الكابتن أحمد الكاس، وكان أحد أهم العناصر الرئيسية وأحد أهم نجوم منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 90 وفي كأس العالم 90، وهو اللي صنع هدف التأهل للمونديال في مباراة الجزائر.
كابتن احمد الكاس في كاس العالم 90، وفي ماتش كان اكتر لاعب في منتخب مصر تألقا واكتر لاعب لفت الانظار ليه، وكان نجم نجوم مباراة مصر هولندا واحسن لاعب في مباراة هولندا، ونال اعجاب واشادة جميع وسائل الاعلام العالمية وقتها. طبعا كابتن احمد الكاس لعيب كبير جدا، لعيب محترم جدا، فوق كل ده بقى لعيب متواضع، لعيب صاحب اخلاقيات عاليه، صاحب سلوكيات عاليه، عمره ما زعل حد منه. الناس كلها حبايبه، دايما بشوش الوجه، دايما عليه وشه ابتسامه، انسان متواضع، انسان تحبه لما تشوفه، شخصيه جميله جدا 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 جدا. فكان لازم نلقي الضوء عليه ونعرفه ونقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة شهر رمضان يا كابتن أحمد الكاس، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ونتقابل إن شاء الله مع نجم جديد وأسطورة جديدة من أساطير الكرة المصرية، ورمضان كريم عليكم يا رب. السلام عليكم.